القصه ديال اليوم على واحد الفتاه سميتها اشلي. كانت تعرفت على واحد الدري في فيسبوك، وكانوا غير كيهضروا عادي، يعني كانت العلاقه مجرد صداقه واخوه. ومن بعد سيدي تطورات ولاو كيبغيو بعضياتهم، واخا كانت هي في دوله وهو في دوله. هي كانت في كندا وهو كان في بريطانيا، يعني الحب لا يعرف المستحيل. ايوا سيدي، حتى لهنا كلشي مزيان، حيت مني تعرفت عليه كانت ديك الساعه باقا صغيره، باقا قاصر. ومني دازت ليام وكبرات شويه قررت انها تدبر فلوس وتمشي تسافر لعندو، تسافر عند حبيبها وتشوفوا الارنبات وداكشي. وبالفعل حصلات على التاشيره ديال السفر لبريطانيا، خدات غير تاشيره ديال السياحه. ايوا سيدي، من بعد وصلات عنده، دوزوا واحد اليامات كلشي مزيان، ناشطين فرحانين، كلشي الامور مضبوطه. من بعد سيدي الحبيب ديالها اللي سميتو جاك تبدل عليها 180 درجه، ولا كيضربها ولا كيشك فيها وكلشي. يعني السيد مغير لواحد الدرجه كبيره بزاف، لدرجه انه خدا كاع المود باصات ديال مواقع التواصل الاجتماعي ديالها وحذف كاع المنشورات ديالها، وحتى صحابها وداك الاصدقاء ديالها ولا هو كيهضر معاهم. هاد جاك هذا راح حتى من ماماه ديجا معيطه ليه على البوليس، حيت ديما كينوض ليها الصداع وداكشي. ايوا سيدي، من بعد اشلي تشكات الوالده على المشاكل والصداع اللي كيوقع بيناتهم، وفي الاخير والديها صيفطوا لها الوراق باش انها ترجع، ولكن بقى خاصها الباسبور ديالها اللي كان خازنو داك جاك. بعد مني مشات عنده باش تاخذ الباسبور ديالها وترجع في حالها حيت ما بقاش حامله داكشي، هو ما تقبلش داكشي، شدها خشى فيها موت. وفي ديك اللحظه اللي خشى فيها الموت، فهي كانت كتهضر مع اختها اللي سميتها هيلي في واحد التطبيق سميتو فيس تايم. واختها شافت كاع هذيك الروينه وداك الشجار اللي وقع بهم وديك الحاله كامله شافت. من بعد شي 3 سوايع جاو البوليس لقاوها مقتوله وهو ناعس حداها في حال حتى شي حاجه ما كاين. ايوا سيدي، من بعد داو البوليس، جات المحاكمه ديالو واعترف بكل شيء، بكاع داكشي اللي دار، وحكموا عليه تقريبا، كاين اللي كيقول المؤبد، كاين اللي كيقول 23 سنه. خلي معاك شي لايك وفولو. بيس.